مساء الخير. أنا مين؟ أنا مصطفى سليمان، طالب في سنة تالتة طب القصر العيني. كنت في مدارس ستيم، في تحديد ستيم أسيوط. حابب أحكي لكم عن تجربتي والموضوع بدأ إزاي. طبعًا أنا معاكم على أي استفسار أو أي سؤال عن الموضوع. بس لو حد عنده أي سؤال يكتبه في التعليقات في اللايف، ويا ريت يكرر السؤال أكتر مرة لو ما قدرناش نشوفه يعني. تمام، جميل جدا. الحكاية بدأت إزاي؟ ايه موضوع ستيم معاك؟ عرفتها ازاي اصلا او الموضوع بدا ازاي؟ الموضوع بكل بساطه بدا وانا في ثانيه اعدادي. المستر جه قال لي يا جماعه عليكم واجب، المفروض المره الجايه كل واحد يحدد هدف قريب ليه يعملوا الهدف ده، يعني هدف قريب وهدف بعيد ليه يعني. فانا قعدت اليوم كله بقى ايه ده، انا اكتشفت انا ما عنديش هدف، انا ما عنديش حاجه انا عاوز اوصل لها خلال فتره قريبه. فقلت لا، فضلت ادور اقول لك طب هما ايه الاهداف دي او ايه الحاجه اللي ممكن احلم بيها يعني. فلقيت مدارس اسمها مدارس ستيم. في الاول لما بدات مدارس ستيم دي كانت مشهوره بمدارس زويل. هي مالهاش علاقه بدكتور زويل، دكتور احمد زويل الله يرحمه، بس هي الفكره ان هي قائمه على البحث العلمي او قائمه شاطر كده دلوقتي. ماشي، انا احاول ما اقولش كلام تراديشنال اللي انتم ممكن اكون سمعتوه او اي حد ممكن يقول لكم اللي هو ستيم مصاريفها ايه، الحاجات اللي ممكن تكون سهل تجيبها من اي مكان تاني. هحاول احكي تجربتي او احكي لكم زي رحله كده خلال انا مدرسه ستيم. الاول بس نظام الدراسه. الصوت واطي؟ تمام. الاول بس مستوى الدراسه. ممكن تتابعني لو كده افضل. الاول بس مستوى الدراسه او نظام الدراسه. النظام الدراسي ماشي ازاي في موضوع ستيم؟ نظام الدراسه بكل بساطه رايحين مدرسه عادي جدا، مدرسه سبعه وبنروح طابور عادي جدا، بس نقطه الفرق ما بينها وبين المدرسه ثانوي او الحاجه اللي احنا كنا متعودين عليها ان احنا في ثانوي كان الموضوع بيبقى فصل 1 اف او اولى ثانوي او اولى اول او اولى ثاني او حاجه زي كده. اما ستيم كان الموضوع ان المستر او المدرس بيبقى قاعد، لا مثلا مستر الكيمستري اللي هو مدرس الكيمياء بيبقى قاعد في الكيمستري لاب اللي هو معمل الكيمياء، واحنا اللي بنروح له، احنا اللي بنتحرك. بعد كده بعد الكيمياء مثلا احنا علينا احياء او علينا مثلا عربي، فاحنا اللي بنتحرك. فمفيش ما كانش فيه فصل ثابت في ستيم واحد والمدرسين هم اللي بيجوا، لا احنا كنا بنتحرك. تمام. كان البوينت برضو اللطيفه شويه او الحاجه برضو اللي كانت بتميز شويه عن ستيم عن المدارس الثانيه ان احنا كان دايما بيبقى فيه براكتيكال في الموضوع. مثلا الجيولوجيا دي بدانا ناخدها من سنه اولى، بدانا نتعرف على بعض الاحياء، كنا بنشوف حاجات بالميكروسكوب، كنا بنشرح ونعمل حاجات بايدينا. كانت بالنسبه لنا الميكانيكس كان فيه تجارب كتيره قوي كنا بنعملها وكنا بنجربها، فكان بالنسبه لنا الموضوع ايه ده؟ انت مش بتتعلم علم مكتوب في الكتب بس، لا انت بتجرب، والموضوع بالنسبه لك بيبقى حاجه ملموسه، حاجه انت شايفها بايدك. الله ماشي. ايه تاني مميز في موضوع ستيم؟ والله يعني عاوز اقول لكم قبل الموضوع الثانويه العامه الجديد ده ما يتعمل كان في ثانويه عامه قديمه، بس الفكره ان ستيم كانت مبنيه او ثانويه عامه جديده مبني نوعا ما على نظام ستيم. لا ازاي؟ مش فاهم حاجه يعني. بمعنى صح عاوز اقول لكم ان احنا تعليم سيلف ليرنينج او ان انت تتعلم ما يبقاش فيه كتاب او ما يبقاش فيه نظام معين هيدخل فيه الامتحان، ده كان بدايته في ستيم. لا برضه مش فاهم اعمل ايه يعني. والله انت بتدخل مدرسه بيسلموك لابتوب وبيبقى احدث حاجه. ده الحمد لله كان لما انا كنت دخلت ساعتها فكان احدث حاجه في السنه الاصدار بتاعتي. وبتبدا انت مفيش كتب مدرسه، مفيش اي حاجه ملتزم بيها، انت بتحاول تذاكر من مراجع. ايه يا عم مراجع ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بتحاول ان انت تفهم من مصادر الاجنبيه، انجليزي يعني والكلام ده. عايز اقول لك ان كانت معظم اللي داخلين ستيم اصلا كانوا اصلا طلبه من مدارس عربي مش مدارس لغات، ومن اول شهر ومن اول شهرين اتعودوا على النظام وكانوا هم اللي بيطلعوا الاوائل علينا. يعني كان الناس اللي جايين من مدارس عربي مش مدارس لغات كان اصلا هم اللي بيطلعوا اوائل علينا، فكان بالنسبه لهم الموضوع تعود اول شهر او اول شهرين بالكتير خالص بس.
وكل المفروض اللاب ده ان انت بتاخد الحصص بتاعتك، بس اليوم الدراسي والمدرسه بيكون ليها اهميه الحمد لله شويه في ستيم. فاليوم الدراسي كان بيقعد لغايه الساعه 3 مثلا 2:30، من 7 ل 3 او 2:30، وانت بتروح بعد كده بتذاكر، بس مش بتذاكر كتاب معين، مش بتذاكر ملزمه مدرس معين او حاجه معينه، لا انت بتبدا تبحث بنفسك، بتبدا تقرا مراجع، بتبدا تشوف شرح خارجي، تبدا تفهم الموضوع. مفيش بوردر، مفيش حدود للفهم بالنسبه لك. فكان الموضوع بالنسبه لك كده ايه؟ انا بتعلم. استنى بس، انا سمعت حاجه عندكم في ستيم كده اسمها كابستون تقريبا. ايه الكابستون ده؟ اسمها ايه؟ كابستون؟ عباره ايه الكابستون ده؟ بصوا احنا في المفروض يعني في المدرسه عليه ان انت الدرجه اللي بتجيبها في الامتحان هي دي درجتك. اما احنا في ستيم كان بيبقى الدرجات بتاعتنا عباره عن 60% مشروع انت بتعمله مع زمايلك، الجروب بيبقى من حوالي من 3 ل 5، ده بيتحسب 60% من درجاتك، و40% على المواد. يعني زي ما قلنا كده في المواد، يعني كل المواد وكل السيلف ستادي وكل الحاجات دي تدخل بس 40% من المجموع بتاعك، وال 60% التانيين هو الكابستون. برضه انت ما قلتليش يعني ايه كابستون؟ ايه الكابستون ده؟ الكابستون ده عباره عن مشروع انت بتعمله كل ترم، بتحاول تحل مشكله من مشاكل مصر العظمى. ما شاء الله. انا هحل مشكله من مشاكل مصر العظمى. هو بيبقى فيه زي تشالنج او بيبقى فيه زي تحدي كده، كل ترم انت بتحاول تحل التحدي ده. فور اكزامبل يعني اول ما دخلت ستيم قالوا لنا بصوا انت هتحل مشكله الاربن كونجيشن اللي هو الازدحام السكاني والمناطق الصحراويه. ايوه هنعمل ايه يعني؟ قالوا انتوا هتطوروا في الكلينيال اللي هي الحاجات الرافعه او حاجات زي كده، هتحاول تعلي الافيكاسي بتاعتها او الكفاءه بتاعتها على اساس ان احنا نقدر ان احنا نطور المناطق الصحراويه افضل يعني. وكان في ترم تاني كنا بنحاول نحل مشكله الميه، ان احنا بنحاول نوفر ميه، او بنحاول ان احنا نحول ميه مالحه لميه صالحه، او ان احنا بنحاول ان احنا نعيد استخدام ميه ثانيه. كان في ترم تاني بنحاول نحل مشكله الكهرباء، ان احنا بنوفر كهرباء او بنولد مصدر جديد للكهرباء. وكان في ترم تاني كنا بنحاول نحل مشكله من مشاكل الصناعه. انا حاسس ان الموضوع كبير قوي عليا. ده فعلا الناس لازم تكون خارقين بقى عشان ينفع في اللي انت بتقوله ده، يعني مش اي حد كده ينفع في ستيم. عاوز اقول لك ان الموضوع فعلا يبدو كبير، وهتحس كده انك دخلت في حاجه كبيره قوي. انا ايه اللي جابني هنا؟ بس هتطلع متعلم، هتطلع فعلا في امباكت، وفي انت المواد اللي بتدرسها بتطبقها بشكل عملي او بتعمل بيها حاجه تقدر تشوف الريزلت بتاعتها. وبيبقى في يوم لطيف كده بيبقى اخر الترم، بتبدا نعرض المشاريع بتاعتنا دي قدام مقيمين بيجوا لنا من حاجه الجمهوريه، من اسكندريه، ومن على حسب المكان اللي انت فيه، بس بيجي لك من انحاء الجمهوريه. تبدا تعرض برزنتيشن انجلش، وتعرض المشروع بتاعتك دي، وتقول له ازاي حليت المشكله وازاي ساهمت في تطوير مصر. ماشي كلام جميل. حابب اشارككم بعض الذكريات اللطيفه كده. يعني كان اول حاجه قلت لكم ان احنا عايزين نطور الكرينيز او الرفعات، فاحنا الموضوع بدا ان انت يعني معاك ورق مقوى، ودول كان اول جروب بالمناسبه يعني، وشويه سمر، وانت طالب لسه خلص ثالثه اعدادي مش عارف اي حاجه، لغايه ما توصل لاخر الترم ان انت يكون معاك بروجكت وتعمل بوستر، حاجه زي الدكتوراه كده، او حاجه زي ان انت بتعرض المشروع بتاعك ده، ازاي جبت المشكله، ايه الحلول السابقه للمشكله، ازاي حليت المشكله، كانك بتتعلم بحث علمي صح، وتبدا تعرض لهم انت ازاي وصلت لده، وايه التطوير اللي انت عملته زياده عن ده. ده كان برضو دي كان حل مشكله الصناعه. ده كان روبوت اسمه كوكا روبوت. الروبوت ده كان بيتصنع بره مصر، فهو كان الروبوت ده اللي احنا الاضافه فيه ان احنا عملنا بعض الحاجات تصنيع مصري، وكان زي ما انتم شايفين كده اتحكمنا بيه عن طريق الموبايل. ايه يا عم ده؟ احنا في ثانوي بقول لك هتتعلم، لازم تحط في دماغك كده، مفيش حد يتولد بيعمل كل حاجه. وكنا برضه بيقدر يتحكم بيه بالجويد، وقدرنا ان احنا نقلل الكوست بتاعته عشان يستخدم في صناعه العربيات. كان من ضمن الحاجات اللطيفه برضه
مش انت بتقول لي دلوقتي هتعلم، ما هو يعني انت لو قلت لك دلوقتي يلا روح حل لي مشكله من مشاكل مصر العظمى، عايزك تعمل حاجه للكهرباء، تقول لي ماشي انا كويس الحمد لله، انت عامل ايه؟ فبيبدا يبقى في مساعده، ودي الفرق ما بين ستيم وبين اي حاجه ثانيه. الانفايرمنت او البيئه اللي بتساعدك في كل حته انك تتعلم. لا مش فاهم يعني. عاوز اقول لك ان انت عندك حصه او عندك مرتين في الاسبوع انت بتقعد مع المدرس بتتناقش معاه باللي انت وصلت له، بتتناقش معاه بافكارك وهو بيساعدك تطور المشروع بتاعك. عايز اقول لك ان انت مثلا مش لما احنا كنا شغالين على ان احنا بنحل مشكله، قلت لكم مشكله الري، فاحنا بيبقى في تيمات او في فرق بتشتغل ان هي تعيد استهلاك الميه. فاليوم ده مثلا او في الاسبوع ده احنا رحنا وحطت مثلا اللي هي سيوج ووتر او اللي هي الصرف الصحي يعني، وبدانا نسالهم ازاي بتعالوا الميه وازاي ممكن تعيدوا استغلال الميه. فانت بتبدا تشوف الموضوع بيتحرك. مثلا السنه دي احنا او الترم ده كان حاجه مثلا عن الصناعه او حاجه زي كده، فجابوا لنا باشمهندس من كليه هندسه بدا يشرح لنا حاجات او ميكانيكا او حاجات تساعدنا في البروجكت بتاعك ده. انت بتحس حرفيا كل الناس بتساعدك، كل الناس بتحاول تسبورت او بتحاول توجهك للموضوع اللي انت ماشي فيه. لا بس شكله لطيف يعني. موضوع لطيف وموضوع حرفيا ابسط مما يمكن. ابسط يعني انت بتقول كلام كبير قوي. عارفين لما تعمل حاجه وتفضل تتعب فيها وتسهر، والكابستون ده بيبقى حرفيا احنا بنقعد مثلا يعني نقعد مطبقين يومين ثلاثه، ويجي ليله العرض هوبا ما اشتغلت. يعني عايز احكي لكم حاجه مثلا من الحاجات اللي حصلت لي انا شخصيا. المشروع ده كان شغال قبل العرض ب3 ايام، جه ليله العرض قال لا انا بص انا تعبت مش هشتغل النهارده. يا عم عندنا عرض بكره. وهو اصلا ان هو المشروع يشتغل قدام المحكمين ده بيبقى عليه جزء كبير قوي من درجاتك يعني. فعايز اقول لكم ان انا قضيت ساعتها من اسوء ليالي حياتي يعني. فضلت مطبق يعني كان تقريبا من 7 الصبح، قعدت 7 الصبح تاني يوم وانا شغال بحاول اشوف المشكله فين، ويا رب يا رب، والستريس والضغط لا مش هنزل اكل وكده. يا عم انت في اولى ثانوي، انت في ثانيه ثانوي، انت فاهم انت بتخلق ايه جواك او بتعمل ايه في نفسك. بتتعلم وبتتحط في موقف لو اتحطيت فيه بدري هتطلع فعلا فارق عن اي حد. فكان بالنسبه لنا الموضوع فعلا يعني على قد ما هو ضغط وعلى قد ما هو مجهد، بس كان بيبقى فيه لحظات جميله جدا. كان عندنا حاجه اسمها مثلا لابس كده احنا كنا بنعمل فيها الديزاينات دي او بنظبط فيها موضوع الموتورز دي، تلاقي كل الناس بتساعدك. احنا كان مره في تيم حرفيا الكامس يعني البروجكت بتاعهم اتكسر خالص باظ خالص. كان ساعتها على الانرجي برضه، هم كانوا عاملين سولار سيستم بتتحرك مع الشمس وكده باظ. انا عاوز اقول لكم ان الليله دي السكن كله وقفنا مع التيم ده وعملنا البروجكت من الاول وجديد وعرضوا والحمد لله نجح. فانت بجد بتعيش فايبس او بتعيش كده لحظات جميله قوي. ماشي، احنا وصلنا لايه دلوقتي؟ ان انت بتصحى الساعه 7 الصبح تروح طابور عادي جدا وتروح المدرسه اللي احنا نسينا المدرسه دي. بتروح المدرسه من الساعه 7 لغايه الساعه 2:30 او 3 بتتعلم من المدرسين وبترجع الساعه 3. طبعا بنفطر قبل ما نروح المدرسه والفطار هندخل في النقطه دي، بس بجد الكواليتي بتبقى كويسه جدا وهحكي لكم بعض الحاجات اللطيفه يعني. بعد كده بترجع السكن. انا عايز اقول لكم ان يعني انا ظهري كده للمدرسه وده السكن بتاعنا يعني. فيعني الحته دي من المدرسه للسكن بناخدها جري. عارفين كده لما واحد يبقى طالع من السجن بنفضل نجري جري من الحته دي، بنبقى تعبانين قوي وبنبقى هنموت من الجوع. بنروح المطعم ده بتاكل ايه بقى؟ عشان انا خايف، انا متعود على حاجات معينه يعني. انا يعني عايز اقول لكم ان يعني بجد ما شاء الله والله مش بقول الكلام ده مش مصلحه حاجه، بنقول تجربتي بس. الشيفات كانوا يعني احسن اكل كنت باكله، وحقيقي كان الموضوع يعني عايز اقول لكم ان انا كنت باكل حاجات من الشيفات بتوع المدرسه
احسن من ان انا باكلها بره مثلا او باكلها في البيت. ايه يعني ما تفكرش كده. لا بجد بجد الكواليتي بتاع الاكل بتبقى كويسه جدا، الكميات كويسه جدا. كنا بنزود لو حابين، لا اما اليوم بيبقى فراخ، لا اما كفته، لا اما لحمه، لا اما لا اما مثلا بانيه. اللي هو اليوم مثلا لما يكون مفيش اكل يبقى هم عاملين بانيه مثلا، مكرونه سباكيتي. فالموضوع الصراحه بيبقى لطيف قوي من ناحيه الاكل يعني. لا بقى بدخل في النظافه والحاجات اللي تهمني يعني. دي مدرستي يعني. عاوز اقول لكم برضه عشان برضه نقطه البنات، هو بيبقى في مبنى للمدرسه ومبنى سكن بنات ومبنى سكن ولاد، وبيبقى فاصل ما بينهم سور، وبيبقى في مشرفات هنا وبيبقى في مشرفين هنا. احيانا الموضوع قمه السيفتي او قمه الامان يعني. تمام. دي بيبقى يعني هندخل في موضوع الانشطه وكده، بس بجد بيبقى فيه اماكن لطيفه جدا بنقعد بيها في الليل مع بعض. بيبقى فيه ملاعب، احنا كنا بنلعب كل يوم كوره. انا هشرح لكم كل حاجه، بس احنا وصلنا لغايه فين دلوقتي؟ ان احنا روحنا من المدرسه الساعه 3 ورحنا شناك. دي شكل المدرسه يعني. ده وانت داخل المبنى يعني. عايز اقول لكم الحاجات اللطيفه مثلا ان الديزاين بتاع المبنى السكن اللي هو معمول بطريقه كده بجد بيبقى الهواء كويس، وفي نفس الوقت الشتاء ما بيبقاش برد يعني. متعوب عليه يعني. الحته دي كنا بنحب نقعد فيها كتير قوي. ده الحته اللي كنا بنحيي فيها العلم، بنقعد فيها قبل المدرسه. ده فصل او يعني شبه المكان اللي ناكل فيه. ده الملعب. ده بالنسبه للمذاكره. انا هوريكم دلوقتي الاوض بيبقى شكلها ازاي، بس يبقى الاوض مين بتبقى للنوم، واحنا في بعضنا عادي بنذاكر من الاوض. الموضوع يعني ما بيبقاش قافله كده وجيش بقى وقدام الساعه 12 ومفيش حركه وكده. وبيبقى في قاعات مذاكره بنقدر نذاكر فيها، وبيبقى في بلكونات زي كده بتقدر تذاكر فيها. دي الكراسي ودي الترابيزات، بيبقى جو لطيف قوي فيها صراحه. دي اوضه النوم، وده السرير. بتكون 4 في الاوضه، وده حجم السرير وشكله والملايه وكل حاجه في الاوضه بالظبط. مفيش شباكين يعني في الاوضه. ويبقى فيه دولاب لطيف بيتم ان احنا بنروح نتعلم ونعمل كابستون والكلام الجميل ده كله. هنروح نعمل ايه بقى؟ احنا في مدرسه داخلي مفيش اي حاجه بقى. هنروح ننام ونصحى نذاكر. انا خايف من كده بقى. هنعمل نتحرم من ملذات الدنيا. تعال اقول لك بقى احنا بنعمل ايه ويومنا بيبدا فعلا بعد المدرسه ولا لا. انا بس خايف من حاجه. بس ايه؟ انت بتقول المدرسه داخلي، وانا الصراحه متعود على موضوع الدروس او متعود ان حد يشرح لي او حاجه زي كده. عاوز اقول لك ان فعلا المدرسين في ستيم بيشرحوا بيبقوا مهتمين جدا يعلموك. مش عاوز اي حاجه، هو عاوز بس يعلمك. وطبعا لو ما فهمتش حاجه تروح تساله عادي جدا. وهي اصلا المدرسه مبنيه على سيلف ستادي. انت لازم تتعود او تتعلم ازاي تتعلم وازاي تعتمد ان خلاص انت سواء مدرس او سواء فهمت الحته دي ولا انت تفهمها لوحدك. انت هتبحث عن معلومه وهتحاول تفهم من غير اي فاسيليتيتور او من غير اي حد يساعدك فيها. ودي كانت من ضمن الحاجات اللطيفه يعني. دي كانت مراجعه كيمستري كانت قبل امتحان معين. فالدكتور قال له والله يا دكتور مش فاهمين كام حاجه، او المدرس يعني قال له والله يا دكتور مش فاهمين كام حاجه كده. انا خلاص تعالى نعمل مراجعه بعد المدرسه يعني لطيفه كده ان احنا نقضي فيها برضه وقت يعني. يعني هو فيديو انا مش عاوز اطول عليكم، بس هو يعني انا عاوز اقول لكم ان انت بتحس انك عادي يعني تاخد درس او بتتعلم ما بيبقاش فيه مشكله في النقطه دي يعني. الانشطه الطلابيه من الحاجات اللي بتفرق ستيم فعلا عن المدارس الثانيه، او النقل فعلا اللي هتتغير في حياتك شويه. ان في انشطه طلابيه. لا يعني ايه انشطه طلابيه؟ يعني تحاول تعمل حاجه بره التعليم، بره المدرسه وبره كل ده. تحاول تفيد المجتمع او تحاول تعمل حاجه تفيد بيها الناس وتتعلم انت سكيل او تتعلم انت حاجه جديده. يعني تعملوا ايه برضه مش فاهم والله. يعني بتبقى على حسب اهتماماته. وهقول لك دلوقتي الحاجات كتيره قوي اللي بنعملها. بس هو الموضوع فكره الانشطه الطلابيه دي، والله انا واحد اتعلمت مثلا برمجه. فيا جماعه خلاص بصوا انا هعمل كورس هشرح لاصحابي البرمجه. يا جماعه انا رحت كامب اتعلمت حاجه معينه، لا انا هرجع اعمل كورس هشرح حاجه معينه. والله ان في حاجه اسمها ناسا سبيس اكس، فده ايفنت بيتعمل انترناشونال في كل دول العالم. لا احنا ناخد اللايسنس يعني ناخد الرخصه ان احنا كطلبه اولى وثانيه ثانوي ان احنا ننظم الايفنت ده في المدرسه، نعمله باسم المدرسه. في حاجه اسمها تيدكس، يعني الناس بتيجي تقف
وتبدا تدي موتيفيشن توك وكده. لا انا والله انا في تيدكس هنظم تيدكس ستيم وهجيب ناس وهنظم ايفنت ممكن يدخل في البادجت بتاعه 50,000 جنيه واكون مسؤول ان انا اجيب السبيكرز وان انا ادخل ناس وان انا انظم كل ده. ايه ده؟ انا في اولى ثانيه ثانوي. هي دي ستيم، هي دي الاضافه بتاعت ستيم. فكانت من ضمن الانشطه اللي هو لا انا بحب البحث العلمي، بحب ان انا اقرا اكتر عن حاجات معينه او اعرف اكتر عن حاجات معينه. فانا عاوز اقول لك ان بيبقى فيه زي كلابس كده او بيبقى فيه بعض الحاجات احنا بندسكاس. مثلا احنا مجموعه بنحب الفيزيكس فهنبدا ان احنا نقرا اكتر عن الفيزيكس او نتعلم اكتر عن الفيزيكس ونبدا ان احنا ندور نفسنا في الحاجه اللي احنا بنحبها دي. والله بتبقى في مسابقات كتيره قوي زي ايسف زي بلاستو زي حاجات كتيره قوي. والله بعيد عن الكابستون او زياده عن الكابستون انا لقيت مشكله ان انا مثلا الناس الامي وكده، فهو انا قررت ان انا احل المشكله دي ان انا اعمل عصايه مثلا بتتكلم او تساعد الناس الامي ان هو يعرف كم واحد قدامهم والحاجه اللي بعيد عنه دي على بعد قد ايه. والله انا هعمل سمارت هوم حاجات جديده وابدا ادخل فيهم في مسابقات. والحمد لله انا عايز اقول لكم ان في ناس بتصعد في امريكا في المسابقات دي بتاخد مركز انترناشونال يعني. انا في اولى ثانيه ثانوي. طب لا استنى، اصل انا بيني وبينك انا جايب درجه عاليه في ثالثه اعدادي وكل حاجه، بس انا مش دحيح قوي يعني عايز اقول لك يعني الصراحه يعني انا خايف اروح ستيم الاقي ناس بنظارات وناس هي والكتاب وهي. فقول لي كده بس معلش، انتوا في ستيم بتذاكروا بس او يعني انتوا في ستيم كلكم بنظارات؟ انا مش بنظاره يا جماعه والله، كنت في ستيم لحد ما الطب يعني الحمد لله. لا عايز اقول لكم ان احنا حرفيا في ستيم الموضوع بالنسبه لنا بنتعب وبنذاكر وبنعمل كابستون وبنشتغل ولا وبجد عايز اقول لكم ان راكب المايك. عاوز اقول لكم ان بجد بنستمتع وبنعمل حاجات كتيره قوي جميله. بنعمل دوري تقريبا 4 دوريات في السنه بيبقى يعني اي مناسبه او غير مناسبه احنا بنحتفل بيها. مولد هنحتفل، يوم هنعمل يوم رياضه، هنعمل اي حاجه نحتفل بيها وهنقضي فايز مع بعض. دي من الحاجات كان يوم نحتفل بيه بعد سنه ثالثه. كان في يوم رياضي، ده كانت من ضمن الحاجات اللي جايبينها في المدرسه يعني وكنا بنحتفل بيها في المدرسه. يعني حابب اقول لكم برضو ان زي المدرسين ما بيشاركونا اللحظات الصعبه او بيعيشوا معانا وبيشرحوا لنا طول المدرسه وبيشاركونا والله اللحظات الحلوه. وحقيقي انت بتحس هناك ان انت بتتعامل مع اهل تاني او يعني بتشوف كميه مساعده وكميه ناس بتقدم وناس يعني بتساعد. مش عاوزه منك حاجه، مش مستني منك فلوس درس او مش مستني منك حاجه معينه. والله بص احنا هنتعلم وهنقضي وقت حلو مع بعض. دول كان المدرسين بتوع المدرسه بتاعتي الله يجازيهم بخير. ده كان كورس برضو كل ده فتره ما بعد المدرسه اللي هي من الساعه 6 لغايه الساعه 12 مثلا او من الساعه 3 او 4 لغايه الساعه 12. ده كان كورس هاكر مثلا، كان زي ما قلت لكم كده حد كان متعلم حاجه معينه حب يعلمها لنا. هو انتوا ليه بتعملوا كل ده في ستيم؟ دي كانت حاجه اسمها education فيرست. احنا كنا ناس اللي طلعوا في ثالثه اعدادي خدنا منحه ورحنا كام كده وتعلمنا حاجه، جينا بقى علمناها للناس في ستيم وبدانا ان احنا نسبريد او نشارك خبرتنا دي معاهم. يعني دي من ضمن الحاجات اللي كانت بتعملها. ايه ده يا جماعه؟ ده على فكره الصوره دي الساعه 6 بالليل او 7 بالليل يعني الصوره دي واحنا في المدرسه بعد المدرسه. هي حرفيا دي حياتنا ان احنا بنخلص مدرسه وبنبدا حياتنا. تمام، دي من ضمن الحاجات اللطيفه اللي كانت مشاركانا. وده كان اخر يوم في education فيرست. كان فعاوز اقول لكم ان الموضوع مش مذاكره بس، الموضوع فعلا مش زي ما انت فاكر. بس انا عندي سؤال مهم، هو انتوا ليه بتعملوا كل ده في ستيم؟ هل عشان تقضوا وقت حلو كده وخلاص؟ بص، من اول ما تدخل في ستيم وانت هتلاقي حاجه غريبه جدا 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 شوقني. الحاجه دي ان هتلاقي شخص
بيذاكر وبيشتغل كابستون وبيعمل اختراع معين او بيعمل بروجكت معين بيدخل فيه مسابقات وبيستمتع وبيعمل علاقات وبيشوف منح ورا مصر، ايه ده يا عم؟ وعاش حياته وبيضحك عادي جدا، ايه ده؟ يعني انا مش فاهم ايه الميكس الغريب ده. الفكره كلها ان انت هتلاقي نفسك في ستيم ان انت بتحاول تتعلم مهاره جديده او بتحاول تطور نفسك في حاجه معينه، مع انك بتحاول تهتم بدراستك وتحاول تطلع باكبر قدر ممكن اللي يخليك فعلا حد فاهم المنهج وحد فعلا طالع فاهم فيزياء وفاهم كيمياء وفاهم الكون اللي حواليك ده بيشتغل ازاي. تالت حاجه بقى بيأهلك انك تكون international student. يعني ايه؟ يعني ان انت طالب قادر تنافس عالميا. يعني ايه قادر انافس عالميا؟ قادر تقدم على جامعه زي هارفارد من اعلى جامعات في العالم وقادر تقول لهم بهارفارد انا طالب ما كنتش بذاكر بس، انا طالب كنت بعمل other student activity، كنت بعمل حاجات تانية مع ستيم، وان انا قدرت ان انا امتحن ايلتس او امتحن سات مع الجامعه، وان انا طالب مميز مش طالب كانت حياتي بس ان انا بذاكر. ودي اصلا اللي هي قبول في الجامعات بره مصر ان هم مش عاوزينك ماشي كويس الجي بي اي بتاعك وان انت تجيب درجات عاليه، بس انا عاوز اعرف انت عملت ايه في حياتك، كنت بتعمل ايه خلال السنين الثانويه عامه. هو ده اللي بيأهلك لستيم. عشان كده يا جماعه انا حقيقي الناس الكتيره اللي بتتكلم بالنسبه لمرنا طب انا هكلمكم عن النقطه دي، بس انا بس عاوزك تفكر ان لما هتدخل ستيم مش هيكون حلمك هندسه او حاسبات او طب في النطاق بتاعك، لا انت حلمك هيكبر عن كده بكتير. انت هتبدا تفكر ايه ده، انا اكتشفت ان انا بحب الميكاترونكس والحاجات زي كده، ايه ده اكتشفت ان انا بحب الساينس وبحب البيولوجي وبحب الساينتفك. الموضوع بالنسبه لك هيتحول من طب وهندسه لعالم، العالم ده بيشتغل ازاي، الناس دي بتفكر ازاي حوالينا. ايه يا عم انت كبرت الموضوع شويه؟ لا ما كبرتوش. شوف كام واحد من اللي او من الناس اللي بتدرس بره مصر وبتاخد منح في جامعات عالميه وفي امريكا بيبقوا نستم. يعني عاوز تقول لي ان انا لما اروح اقول لهم ان انا كنت ستيم كده هيقبلوني؟ هو ستيم هيكون حاجه قويه بالنسبه لهم يعني، بس هو مش الفكره في ستيم ان انت في ستيم، الفكره في ستيم ان انت بتعمل حاجات او بتتعلم تعمل حاجات تانية انت فعلا ما كنتش متخيل ان انت ممكن تعمل حاجه تانية مع الدراسه، فبتبقى تقدر تنافس كطالب عالمي او كطالب بتنافس على مستوى عالميه. انا اتشوقت قوي. انا حابب بس اقول لكم ان انت حاول بس تعرف شغفك. يعني ايه اعرف شغفي؟ لما هتدخل ستيم الموضوع هيتحول من بابا وماما بيقولوا لي ذاكر، انا بروح الدرس وبحل الواجب عشان لما اجي اروح الدرس تاني المدرس ما يتكلمش اهلي. الموضوع هيتحول انت وربنا مع نفسك. يعني ايه مع نفسي؟ انا عاوز اقول لكم ان في ناس كتيره قوي بتروح ستيم ويعني مش بيذاكروا او مش بيعملوا حاجه، بس ولي امر اسمعني دلوقتي يقول بس انا عارف ابني مش بيذاكر غير لما اكون قاعده جنبه يبقى كده مش هوديه ستيم. هي الفكره كلها ان انت عمرك ما هتتعلم وعمرك ما هتتغير او هتغير حاجه معينه فيك الا لما تاخد الفرصه انك تغيرها. ما انت لو قعدت طول حياتك هتعتمد ان حد تاني بيقول لك ذاكر او حد تاني بيقول لك اشتغل او حد تاني بيحدد لك هدفك او طريقك، فانت هتحس ان عمرك فعلا ما وصلت او لما توصل انت هتحس انك مش بتعرف تتحرك. ها مين هيزقني المره دي؟ حد بيزق. فانت لازم تعرف شغفك. ايوه انا اعمل ايه؟ يعني لازم هتدخل المدرسه هتلاقي ناس مهتمه جدا بالعلم، تلاقي ناس هو حرفيا قاعد طول اليوم بيبني او بيعمل علاقات وبيبدا ان هو يكون نفسه ويكتسب سكيل. هيلاقي ناس ايه انا دخلت ستيم بقى وقعدت ولا في ماما ولا بابا ولا دروس، فانا هقعد اروح المدرسه
هصحى العب لغايه ما انام. الحمد لله انا دخلت ستيم. فخلي بالكم مفيش حاجه بتكون نهايه حاجه معينه، لا هي دايما بتكون بدايه لحاجات كتيره قوي جايه. ممكن اكون انتوا ما تسمعوش، هو ده حاجه مالهاش علاقه، بس دي انا حاجه حابب اقولها ليكم كلكم. في حاجه اسمها كومفورت زون يا جماعه. ايه كومفورت زون دي؟ اللي هي منطقه الراحه، اللي هو بيتنا، اللي هي كل حاجه متعودين عليها وجميله في حياتنا. متعود اصحى الاقي الاكل، اكل، لو كنت اعمل حاجه او طول اليوم هقعد في البيت اريح انام. فانا منطقه الراحه منطقه جميله وكل حاجه ومستمتعين، وانا وانت وعم ومستر كلنا مستمتعين بالمنطقه الراحه. بس انت عمرك ما هتعمل حاجه طول ما انت في منطقه الراحه. يعني ايوه انا اعمل ايه؟ انت لازم تعمل حاجه. انت مش هتكون مرتاح في اول اسبوع، انت هتحس فعلا انك ضغوط الموضوع كبير. انت هتحس بكده، بس انت عمرك ما هتطور، عمرك ما هتاخد جروث في حياتك، او عمرك ما هتعمل حاجه في حياتك طول ما انت في منطقه الراحه. طول ما حضرتك كولية امر او حضرتك كولية امر مدي لابنك بوردر كده او حدود ما يطلعش منها. انا بحب ابني يبقى جنبي، انا بحب ان انا اكون مع ابني وان انا اخد بالي منه، انا ما اقدرش ابني يغيب عني ثانيه. ما هو كده مش هتطور. يبقى كده ما تستناش من ابنك او ما تستناش حاجه من ابنك طول ما انت حاطه في المنطقه اللي عمره ما هيشوف منها العالم واللي عمره ما هيتعلم منها حاجه جديده. فcomfort zone is beautiful but nothing ever grows there. دي كانت اخر يوم لنفس ستيم. احنا كنا دفعه 2020 ده التاريخ اللي اتخرجنا فيه. وعاوز اقول لكم ان انت هتتحول من اول اسبوع كاره في المدرسه وعاوز ترجع البيت وحاسس انك في حاجه كبيره قوي، انك بتعيط وانت ماشي اخر يوم. وستيل بقول ان ستيم هي احسن حاجه حصلت لي في حياتي واكتر حاجه غيرت لي الاحسن. لو يعني انا اتمنى ان اي حد او لو اي حد يعرفني دلوقتي زمان، او يعني شافني زمان قبل ما ادخل ستيم وشافني وانا في كليه او شافني بعدين، هيعرف فعلا يعني ستيم، هيعرف فعلا يعني تغيرات. في كلمه جميله جدا 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 بسمعها بقى، ايه هي؟ ببقى ماشي في الكليه كده في امان الله، فواحد بيقول لي ايه ده انت ستيم؟ اقول له اه. يقول لي انا ثانويه عامه. انت تعرف انا كنت هدخل ستيم بس ما دخلتش، وادينا اهو انا وانت في نفس المكان. انا وانت فعلا ممكن نكون في نفس المكان، بس التغيير والحاجات اللي ممكن تعملها وانت في نفس المكان هي دي فعلا اللي هتحس بتغيرك، وهي دي فعلا اللي هيخليك تحس انك مش مميز عشان تبقى مميز قدام الناس. لا، انت بتعمل حاجه وبتطور من نفسك تكون مؤهل انك تكون طالب عالمي، انك تكون حد يقدر يواكب سوق العمل ويقدر يتعامل مع العالم اللي احنا عايشين فيه ده. اخر حاجه حابب اقولها لكم ان قبل الاسئله طبعا، انا اخر حاجه حابب اقولها لكم ان للاسف طلب كتير قوي على ستيم، وفعلا يعني العدد محدود. ناس زمان ما كانش محدش عارف ستيم، كل الناس كانت خايفه تاخد الريسك او تاخد المخاطره ان هي تدخل في حاجه زي كده. بس دلوقتي فعلا الموضوع بقى كتير قوي، ولازم تعرف ان انت محتاج تتعب ومحتاج تبذل وتعمل حاجه ما عملهاش غيرك عشان ربنا يكرمك بطريقه زي ده. انا ما دخلتش ستيم اكتئب اعيط واشغل حلمي تحطم واختفى خلاص بقى نهاية كل الحاجات الجميله دي اللي انت قلتها لي راحت. حابب اقول لك ان فكره ستيم مش ان هي ستيم، فكره ستيم ان هي طريق بأهلك لهدفك. فانت لو ما قدرتش تلاقي الطريق ده لهدفك اصنعه. لا يا عم كلام التنميه البشريه ده، لا مش كلام تنميه بشريه. انت ممكن تعمل كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي، وممكن تطور نفسك كل ده وانت في اي مكان غير ستيم. بس هي الفكره كلها ان ستيم بيئه بتساعدك على حاجه زي كده. فلو لا قدر الله هي مش نهايه المطاف، ودايما اسعى انك توصل لنفس الحاجه بطرق تانية. وانا دلوقتي معاهم لو في اي اسئله.
واتمنى اكون فدتكم. اول حاجه اللي يقول لك يحتاج خريج مدرستي مصري. انا ليا قصه لطيفه قوي في الموضوع ده. انا محافظه المنيا، ساكن في المنيا، وكنت في ستيم اسيوط، وحولت محل سكني للقاهره عشان ادخل جامعه في القاهره، عشان برضو ان انا احاول اطلع من الكومفورت زون بتاعتي والمنيا واصحابي وكل الناس الجميله دي، وابدا ان انا اتوسع وابدا ان انا اشوف تطور والموضوع بيكبر اكتر. بس طبعا نظام ستيم يا جماعه يعني مش اللي انا شرحته ده هي ستيم اسيوط بس، هي ستيم كلها واحده في حاجه واحده يعني في الجمهوريه. يا سلام. في استثناءات مثلا لو ناقص نص درجه او كده عشان يدخل المدرسه؟ هو للاسف لا، يعني احنا عاوز اقول لكم ان في حاجه بس ان هو الموضوع فعلا بيبقى منافسه كبيره قوي، فهم يعني مش عاوز اقول ان هو يتلككوا، بس الموضوع بيبقى ريستريكتد قوي. هو في شرط تاني لو انت مش جايب الدرجات، بس ده صعب انك تعمله دلوقتي، انك تكون واخد حاجه اسمها براءه اختراع، ودي طبعا لازم تكون انت عملت حاجه جديده قبل كده وقدمت عليها اكاديميه البحث العلمي، والموضوع ده بياخد وقت كبير قوي يعني. بس عشان لو قريتوا الشرط ده ما تقعدوش تسالوا نفسكم ها اهو اعمل ايه. فهو للاسف هو لما تكون جايب 98 مقفل ماده او 95 مقفل مادتين. روان بتشكرك، شكرا جدا حبيبتي لي في اسكندريه. عفوا، اتمنى يعني اكون شرط ليك يا روان. رنا محمود بتقول لك المشاريع ان شاء الله نتعلمها هناك، والمفروض ما نقلقش وناخد التجربه دي ولا ايه؟ يعني انا عاوز اقول لكم ان انا لما كنت بحكي لاصحابي او بحكي لاي حد قبل ستيم، اقول بص المشروع ده، بص الحركه دي، ابص الحاجه اللي انا عملتها دي، اقول واو انت خارق، انت عبقري، انت حاجه غريبه. هتصدق انا لو رحت ستيم مش عارف اعملها؟ اول اسبوع يروحوا في ستيم ويلاقي الناس بيتعلم حاجه اسمها اردوينو، وتلاقي الناس بتتعلم برمجه، وتلاقي الناس بتجيب حاجات كده غريبه وهتتعلم. مفيش حاجه بتعلمها، انما العلم بتعلم انك تجرب وتحط وسط ناس وتشتغل. وزي ما وريتكم كده احنا كنا داخلين بنلعب ورق المقول لغايه ما وصلنا ان احنا عملنا كوكا روبوت ده اللي هو بيتحكم بالموبايل. بيسالوك عن نسبه المرنه. بالنسبه للمعنى يا جماعه، بصوا هو ستيم كل حاجه جميله وكل حاجه، بس انا خايف ادخل الصراحه، يعني ما ادخلش الكليه اللي انا عاوزها. انت لازم تفهم بس كام حاجه كده في ستيم زي ثانويه عام عادي، مفيش ادبي في ستيم. هي بتبقى انت يا علمي علوم يا علمي رياضه، تختار عادي جدا زي ثانويه عامه. وبتيجي انت في سنه ثالثه، هو الموضوع بيبقى مختلف شويه عن سنه ثالثه ثانويه عام. ثالثه ثانوي عام انت بتاخد دروس طول السنه، تروح تمتحن امتحان هو ده اللي بيحدد مستقبلك. اما ستيم بيبقى فيه بعض الامتحانات بيبقى فيه كابستون برضو في سنه ثالثه. فعاوز اقول ان في حاجات معينه بتحدد ايه نسبه الامتحان. هي كانت في بس حاجات بتقلق الناس ايه هي في موضوع ستيم في الاول، ان هو بالنسبه له الموضوع ما كانش واضح. يعني ايه نسبه مرنه اصلا؟ نسبه مرنه دي عباره عن انك مثلا في 80,000 طالب ثانويه عامه، تمام؟ ففي نسبه من 80,000 طالب دول هيدخلوا طب، فليكن مثلا 12,000 طالب من 80,000 طالب دول هيدخلوا طب، تمام؟ فالنسبه ال 12,000 طالب دول المفروض هيتاخد نسبه مقابله ليها من ستيم. ايه يا عم الظلم ده؟ يعني نسبه من ستيم بتاخد نسبه ثانويه عامه، انت بس مش فاهم. يعني هو الموضوع يبان كده بس هو انت مش فاهم حاجه معينه، بس ان هي النسبه فعلا بتكون كبيره او بتكون يعني فعلا مشجعه. فاللي بيحصل ان انت بعد ما بتخلص ثالثه ثانوي ستيم، كل واحد بيبقى ليه درجته بترتبه على مستوى الجمهوريه. بعد ما بترتبه على مستوى الجمهوريه، يعني الاول على الجمهوريه الثاني على الجمهوريه زي ثانويه عامه بالظبط، اللي بيبقى ليه الاولويه ان هو يدخل الكليه الترتيب بتاعه. يعني ما بيبقاش برضو ارجع اقول زي ثانويه عامه بالظبط، يعني ما بيبقاش مثلا ايه طب من 8 يعني لازم تجيب 98 في ستيم، لا انت بيبقى على حسب السنه والمجاميع قد ايه. بس النسبه على فكره يا جماعه بتكون كويسه جدا، وزي ما وضحت في الاول عدد كبير جدا بياخد منح بره مصر، وعدد كبير جدا بياخد منح جامعات خاصه جوه مصر. فبيبقى يعني النسبه مرضيه لدرجه ان انا تقريبا ما شفتش حد اتضايق. يعني انا عاوز اقول لكم ان علم الرياضه هو ملوش غير حاجتين او 3 حاجات، يعني اللي هو لا اما هيدخل هندسه يا حاسبات، يا لو لا قدر الله فاشل قوي يعني هيدخل علوم. علم علوم هيدخل كل المجالات الطبيه. يعني ما ينفعش، مع احترامي طبعا لكل التربيه وهو رسول واحسن الناس، بس اقصد ما ينفعش تدخل
كليه تربيه او كليه اداب من ستيم يعني. فانت في كليه في علوم مثلا انت بتدخل لا اما طب لا اما اسنان لا اما صيدله لا اما علاج طبيعي لا اما بيطري لا اما علوم. يعني اقصد ايه ان انت مش بالنسبه لك الموضوع اقل حاجه ممكن تدخلها علوم. فهي بتكون النسبه دي هو يعني مفيش حد هيطمنك او هيوترك من الموضوع ده، هو بس الموضوع بكل بساطه ان انت بتبقى نسبه من الموضوع ده. ولما تشوف كميه الناس اللي بتدخل طب مثلا من العدد بتاع ستيم فهتلاقيه كويس جدا ومرضي جدا بعض الناس. نور كساب عايز اعرف الفرق بين ستيم ومدرسه المتفوقين بعين شمس. عشان دي كانت بتحصل لخبطه كبيره. بصوا يا جماعه مدرسه المتفوقين زي المدارس يعني العاديه عادي جدا ملهاش اي علاقه بستيم، بس هي بتبقى مدرسه واحده بس على الجمهوريه، ويعني مش نفس نظام ستيم ومش نفس اي حاجه، بس هي بتبقى مدرسه داخلي يعني. وبيحاولوا بس ان هم يجيبوا مدرسين مميزين شويه والطلبه بتكون متفوقه فيهم، بس نظام التعليم غير ستيم خالص. شيماء بتقول لو حد عاوز هندسه اسهل من ستيم ولا احسن؟ يا جماعه بصوا على فكره يعني بجد نصيحه لعلم رياضه فعلا فعلا ستيم هيكون بالنسبه لهم احسن من ثانويه عامه بكتير قوي، اسهل من ثانويه عامه بكتير قوي. طب ليه؟ او مش فاهم ليه. عشان انت في علم رياضه انت الموضوع في ثانويه عامه الموضوع ريسكي شويه، اما في ستيم انت حرفيا يا هندسه يا حاسبات. وعاوز اقول لكم ان معظم الدفعه بتدخل هندسه اصلا يعني، ففعلا نسبه الهندسه اللي بتدخل من ستيم كبيره قوي 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 يعني انت مش لازم تذاكر قوي عشان تدخل هندسه مثلا في ستيم. الشرح هناك بالعربي ولا بالانجلش؟ طبعا المناهج بتبقى انجلش يما عربي لا عادي جدا. بتقعد مع اول شهرين والمدرسين متعاونين جدا بيساعدوك وبيحاولوا يتكلموا عربي على قد مش على قد ما تقدر. مش مدرسين خواجات يا جماعه، هم مدرسين مصريين عادي جدا بيشرحوا بالعربي، بس المناهج بتبقى انجلش يعني. هم بيحاولوا يميكسوا الاثنين مع بعض وانت بتطلع الحمد لله فاهم يعني. وطبعا لما بتروح بتحاول تسمع شرح اجنبي وكده وانت بتلاقي نفسك بتتطور مع اول شهر اصلا، مش هتبقى دي المشكله بالنسبه لك. ايه الايام اللي برجع فيها البيت؟ احنا بنخلص مدرسه يوم الخميس وبنبدا مدرسه يوم الاحد. فانت بيبقى عندك اوبشن ان انت تروح يوم الخميس وبنرجع يوم السبت. بيبقى في باصات مستنانا عند محطه القطر او عند نقط تجمع معينه وفي ميعاد معين بنرجع تاني للمدرسه. والصراحه يعني ممكن تبات يعني. مش عاوز ارجع البيت الاسبوع ده، ممكن تبات عادي جدا، بس هو ما ينفعش تقعد اسبوع مثلا في البيت يعني. ما تقول مش رايح المدرسه الاسبوع ده يعني غير مقبول يعني. طيب اتكلمنا عن المنح. المنح يا جماعه انا بس لازم تفهموا حاجه مهمه جدا. هي المنح معتمد على ايه؟ وهل اتعرض عليك منحه؟ انا برضو حابب اشارككم تجربه شخصيه في موضوع المنح ده. بصوا يا جماعه انا بس عشان ما حبيتش اطول عليكم واحكي لكم، انا في حاجات كتير قوي يعني بس ما حبيتش احكي لكم او اطول عليكم حاجات كتير، بس عاوز احكي لكم بس سريع. المنح ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 حاجات: GPA انك تكون جايب درجات كويسه، وامتحانات اللي هو قدرتك على الانجليزي زي ايلتس او توفل او سات او AST. مش او لا ايلتس او توفل وسات او AST. في بعض الجامعات اصلا مش بتحتاج سات او AST. تالت حاجه بقى كل الناس درجاتها كويسه. شغال؟ تمام. كل الناس درجاتها كويسه، كل الناس هتمتحن الامتحانات دي. تالت حاجه بقى هي الستودنت اكتيفيتي او CV بتاعك. عملت ايه في حياتك؟ قدمت ايه للمجتمع؟ ايه الستوري بتاعتك؟ لما تقف كده الجامعه يسالوك عملت ايه في حياتك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. يعني كانت من ضمن الاكسبيرينس بتاعتي اللطيفه يعني. انا كنت بقدم في جامعه اسمها مينيرفا دي من الجامعات اللطيفه قوي اللي هي بتاخد ترم كل ترم في دوله مختلفه حوالين العالم. صراحه يعني كانت تجربه لطيفه قوي. وقعدت مع مندوب الجامعه في القاهره هنا، كان جاي من سفر، رحت قابلته مخصوص. سافرت له من المنيا ساعتها وانا في ثالثه ثانوي. وانا في ثالثه ثانوي عادي جدا. وكان في واحد صاحبي في الجامعه هناك اصلا عمل ريكومنديشن، بس يعني الحمد لله لم اوفق فيها يعني. ايه ده؟ هي بس الفكره ان الجامعه دي كانت يعني نسبه قبولها اصعب من هارفارد يعني. انا اللي اخترت جامعه صعبه شويه، بس ناس صحابي كتير قوي الحمد لله بيدرسوا دلوقتي بره مصر، بس انا اللي كنت انترست في الجامعه دي او كنت مهتم قوي بيها يعني. وكنت مقدم على منحه في الAUC برضو تبع USAID، واتقبلت في اول مرحله وثاني مرحله، ويعني وقفت في مرحله معينه يعني كملتش فيها. نفس المواد اللي بنشوفها في الثانويه العامه؟ لا مختلفه تماما يعني، لدرجه ان اصلا الحاجات اللي في ثالثه ثانوي عام
انت هتاخدها في تانية ثانوي ستيم، وموضوع مختلف تماما يعني. ما تحاولش تجيب اوجه شبه نهائيا، وحتى الطريقه نفسها مختلفه يعني. لا مش نفس المواد يعني، هيجيبوا لنا من المريخ يعني، لا هو علم وكل حاجه، بس اقصد يعني ان مش نفس التوبكس يعني بالظبط. ايه اللي هيحصل لو لا قدر الله جبنا مجموع اقل من الكليات المحدده في علم العلوم؟ اهو انت لو نجحت في ستيم هتدخل علوم. بس مفيش اقل من علوم يا جماعه. لو نجحت في ستيم هتدخل علوم بس. المنح بتتحمل منها فلوس كبيره؟ في منح بتبقى فول فاندد. يعني ايه؟ يعني هم بياخدوك كاملا ما بتدفعش ولا جنيه، وفي منح بتبقى بارشال يعني بتدفع جزء وبيتبقى جزء، وفي منح لا بيبقى في جزء كبير قوي بتدفعه. طبعا يعني على حسب السي في بتاعك، وعلى حسب انت جامد قد ايه، على حسب ان شاء الله ربنا يكرمك بمنحه يعني ايه. بس بتبقى معظم المنح اللي بنقدم عليها يعني فول فاندد، او يعني شامله كل حاجه يعني. تمام. شكرا جدا، واتمنى اكون فدتكم. واخر حاجه حابب اقولها لكم، ادي نفسك فرصه تجرب، واندم على حاجه انت عملتها وخدت خطوه فيها، احسن ما تندم على حاجه ما عملتهاش وتقول يا ريتني كنت جربت، او يا ريتني كنت عملت، عشان ساعتها الندم هيكون كبير او فرق كبير قوي. شكرا، السلام عليكم. تمام. طبعا بنشكر دكتور مصطفى وهو كان موجود معانا وعلى البرزنتيشن الرائع الجميل ده. والبرزنتيشن ده يبين لنا قد ايه طالب ستيم او اللي بيتخرج من كليه ستيم بيبقى عقليته عامله ازاي ويقدر يخرج معلومات قد كده. نشكرك جدا دكتور مصطفى. شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم.